تبقى قاعد وعندك شغل مهم، تلاقي نفسك فجأة قمت تعمل ساندويتش وانت مش جعان، أو بتعمل أي حاجة تانية تضيع بيها وقت بس عشان تهرب من المهمة اللي وراك. طيب بلاش دي، تبقى قاعد الساعة 2 بالليل وماسك الموبايل وعينك خلاص بتقفل من كتر التعب، بس صباعك لسه شغال سكرول فيديو ورا التاني، وانت أصلا مش مستمتع بس مش قادر تقفل. تلوم نفسك وتقول خلاص آخر واحد وقايم أنام عشان ورايا شغل الصبح. تعدي ساعتين كمان وانت لسه في مكانك. طيب مثال تاني، تبقى قاعد وعندك شغل مهم، تلاقي نفسك فجأة قمت تغسل المواعين وانت عمرك ما غسلتها بس عشان تهرب من المهمة اللي وراك. ليه المهام العادية اللي مش محتاجة غير ساعة تركيز بقت في نظرك أصعب من شيل الحديد؟ وليه بنحس إننا مربوطين بسلاسل أول ما نفكر نعمل أي حاجة مفيدة؟ النهاردة مش هنتكلم عن تنظيم الوقت، إحنا هنفهم إيه اللي حصل في دماغنا وخلانا أسرى للمتعة السهلة، وإزاي القرآن لخص لنا الحالة دي ووصف لنا العلاج قبل ما العلم يعرف يعني إيه دوبامين. الموضوع كله يا صديقي بيبدأ من مادة في دماغك اسمها دوبامين. المادة دي هي اللي بتخليك تحس بالمتعة والمكافأة. زمان الدوبامين ده كان بيطلع بصعوبة، يعني عشان تحس بمتعة لازم تخرج تصطاد أو تزرع أو تنجز حاجة حقيقية. لكن دلوقتي انت بقيت تاخد جرعات دوبامين رخيصة وسهلة جدا. ضغطة زرار على الموبايل بتديك متعة لحظية، فيديو 15 ثانية بيضحكك بيديك متعة، حتى ريحة الأكل بتديك متعة. دماغك بذكاء شديد عمل نظام حماية، لما حس إنك بتغرق في الدوبامين السهل بدأ يرفع درجة الاستمتاع. يعني بالبلدي كده دماغك ما بقاش بيتشحن بسهولة. وعشان كده لما بتيجي قدامك مهمة عادية زي مذاكرة أو شغل، دماغك بيعمل حساباته. أنا ليه أتعب نفسي وأبذل مجهود في ساعة تركيز عشان أخد مكافأة بعيدة؟ ما أنا ممكن بضغطة صباع واحدة أخد مكافأة حالا ومن غير مجهود. ومن هنا المهمة العادية بتتحول في نظرك لجبل، مش لأنها صعبة، لكن لأن جايزة الإنجاز بتاعتها بقت بالنسبة لدماغك قليلة جدا مقارنة بمتعة الموبايل السهلة. انت ما بقيتش كسلان، انت بقيت مدمن للمتعة اللي من غير تعب. والغريب بقى إن الحالة اللي العلم بيشرحها النهاردة دي القرآن وصفها من زمان تحت اسم الغفلة. الغفلة هي إن حواسك تتسحل في أمور الدنيا وتنسى هدفك الحقيقي. ربنا بيقول في كتابه الكريم: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. خد بالك من كلمة فرطة، يعني حياته مفرطة متسببة، مفيش فيها إنجاز ولا بركة، كأنها عقد وانقطع وكل حباية وقعت في ناحية. وده بالظبط اللي بيعمله الدوبامين الرخيص في حياتك، بيفرط لك يومك ويضيع تركيزك. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستعيذ من الحالة دي كل يوم حينما قال: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. العجز إنك تكون عايز بس مش قادر، والكسل إنك تكون قادر بس مش عايز، والاتنين هم السلاسل اللي انت حاسس بيهم دلوقتي. وعشان نكسر السلاسل دي لازم نفهم إن الراحة الحقيقية مش في القعدة على الموبايل، الراحة في الإنجاز. وكما قال المتنبي: ولم أرى في عيوب الناس شيئا كنقص القادرين على التمام. يعني مفيش عيب في حقك أوحش من إنك تكون تقدر تخلص وتنجح، بس أنت اللي ناقص همة وراضي بكده. طيب إيه الحل يا صديقي؟ هل نرمي الموبايل ونعتزل الدنيا؟ أكيد لأ. الحل في كلمة واحدة: الخلوة. العلم بيسميها صيام الدوبامين، وإحنا في الإسلام بنسميها الاعتكاف أو خلوة النفس. جرب النهاردة قبل ما تبدأ أي مهمة صعبة تقعد 10 دقايق بس، من غير موبايل، من غير كلام، ومن غير شيء حتى. اقعد وواجه الملل. الملل ده هو اللي هينظف دماغك من شوشرة الدوبامين السهل. لما تقعد 10 دقايق في صمت دماغك هيبدأ يهدى، وهتبدأ عتبة الاستمتاع تنزل لمكانها الطبيعي. ساعتها بس هتلاقي إن المذاكرة أو الشغل ما بقوش جبل، بقوا مهام عادية وممتعة كمان. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. بمعنى أن الصحة والوقت نعمتان عظيمتان يضيعهما كثيرون بلا فائدة حقيقية. وسيدنا عمر بن الخطاب بيقول: إني لأكره أن أرى أحدكم فارغا سبهللا، لا في أمر دنيا ولا في أمر آخرة. وهي دعوة صريحة للجد والنشاط واستثمار الوقت
وكراهية البطالة والفراغ. والسبهلل الرجل الفارغ الذي لا يملك همة ولا عملا نافعا يشغل به وقته. في الخاتمة يا صديقي، انت مش ناقصك ذكاء ولا ناقصك وقت، انت بس محتاج ترحم دماغك من الزحمة اللي انت حابس نفسك فيها. ابدأ النهاردة، خد هدنة من المتعة السهلة، وشوف حياتك هترجع فيها البركة ازاي. لو حاسس ان الكلام ده لمس حاجة جواك، ابدأ ب10 دقايق صمت في اقرب وقت، وبعدها قوم خلص اللي وراك. وما تنساش تشارك الفيديو ده مع حد غالي عليك، يمكن تكون انت السبب في انه يفك السلاسل اللي حوالين روحه.